الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، سلام الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، اليوم غادي نقدم لكم آيس كريم سهل وبسيط وبلا ماكينة. نحتاجو له في المكونات ديالو، نحتاجو 500 مليلتر ديال القشطة الطرية. أنا هنا خليتها شوية في المجمد حتى شتت راسها على هذا الشكل، ضروري تكون باردة. نحتاجو جوج ديال الزبادي أو الياغورت، يكون نكهة ألفاني أو يكون طبيعي. نحتاجو القليل التزيين شويه ديال الجوز ممكن الاستغناء عليه، ونحتاجو الكاكاو وشويه القليل تاع نسلي. هاي الحليب المحلى المركز. نضربو شويه هاد القشطه ديالنا حتى تطلع شويه ونزيدو عليها دانون. بعد ما ضربنا الكريمه ديالنا مزيان مع الياغورت، غادي نضيفوا لها القليل من الحليب المحلى المركز، يبقى حسب الذوق. بغيتوه حلو بزاف، بغيتوه متعادل. بعد الايس كريم ديالنا ما ضربناه مزيان وصبح لهذا الشكل، غادي نقسموه على زوج الان. الجزء الاول غادي نديروا له قليل من نكهه النوكا او الفراوله او الحامض اللي بغينا حنا، او ممكن نخليوه غير هكذا. نديروا له قليل من الجوز او اللوز، يبقى اختياري. نحركو مزيان. نوضعوه جانبا ونمشيو الجزء الثاني. نديرو جوج معالق ديال الكاكاو، نضيفو لهم الحليب المحلى المركز، نخلطو مزيان. نضيفو الشوكولا الكريمه ديالنا تاع الايس كريم، هكذا نخلطو. ونضيفو لها الباقي ديال الجوز. نوضعوا الايس كريم ديالنا في العلب البلاستيكيه. هكذا نبلعوا الايس كريم ديالنا. ندخلوه المجمد لمده ديال 4 سوايع او 6 سوايع، ومن بعد نتلاقى معكم في التقديم النهائي ان شاء الله. الايس كريم ديالنا من بعد ما ارتاح ليله كامله وجمد، اصبح جاهز باش نقدموه كما كتشاهدوا معنا. كيجي رائع. الان غادي نزينوه
نوضعوه في الكويسات. بسم الله. كما كتشاهدوا هذا هو الكلاص ديالنا. درنا له شويه خطوط تاع الشوكولا، شوكولا نيسلي اي الحليب المحلى المركز. درت له شويه ديال الكاكاو، خلطته عطاني هاد الشوكولا هذه اللي زينت بها الكلاص ديالي. ضيفوا لهم القليل من الجوز مهرمش او لوز، ممكن الاستغناء عنه ماشي مشكل. هذا هو الكلاص ديالنا. نتمنى مشاهدينا ينال الاعجاب ديالكم. وصفه سهله وبسيطه وتليق في هذا الصيف هذا. انتظروني في كل جديد مع وفاء حموتي، والى ان نلتقي في وصفه اخرى ان شاء الله.